قطع شرايح بكاتا زي ما انت عايز. هوريكم بقى ترويق بقى وش الفخده بقى. ما شاء الله زي الزبده يا محمد. ما شاء الله من افخم انواع اللحم في مصر، لحم بلدي صافي من جزارة التوحيد. شايفين ما شاء الله حتى التنظيف تبعها دايبه، يعني مش محتاج اي حاجه. لحم بلدي صغير، لحمه ما تاخدش معاك سوا. اللحم ده لحم بتاع زمان. ايه الله يرحمه ايام زمان. الله يرحمه ايام زمان. ما شاء ما شاء الله. شايفين ملاحظين اللون تبعها واللمعه تبعها، يعني ما شاء الله فريش. اللحمه سمنه بلدي. دي مش محتاجه بقى لا زيت، بقى الزيت اليومين دول غلي، اللحمه كمان غلي، بس الزيت يعني ايه نطه صعبه شويه. احنا ممكن بقى نوفر في الزيت ونوفر في السمنه اللي بقى السمنه السايبه بقى ب 120 جنيه. احنا ممكن نوفر بقى في السمنه والحاجات دي كلها. احنا مش محتاجين، قرب كده شايف اللمعه دي، احنا مش محتاجين، مش اللحم ده مش محتاج لا زيت ولا سمنه ولا الكلام ده كله. هو في بعضه كده حته دهنه هتسيحها في الحله وهتشتغل بيها بس خلاص. طعم وريحه وتوفير ومفيش بعد كده جمال يعني. وشايفين اللون فاتح ولمعه. اللحم الصغير برضو لمعته بتبان فيه. ما شاء الله. وش الفخده كله طلع 300 جرام ترويج. اللحم الاحمر برضو، اللحم الصغير في السن اللي ملحقش يشيل سمين. طبعا انت الناس اللي بقى اللي هتعمل بفتيك بقى، الناس اللي هتعمل بفتيك شايفين الوش ده نشيله. ما شاء الله عليها. نفصل يعني وش الفخده عباره عن زي ما انتم شايفين وش الفخده هو ده. طبعا وش الفخده كامل اهو، وش الفخده طبقتين اتنين اهو. هنفصل الطبقه دي عن الطبقه اللي تحت حتى عشان نعرف نقسم، حتى نعرف نقطع البفتيك تبقى شريحه واحده. ما شاء الله مفصله هي يعني. هي اللحمه طبقات يعني مش محتاجه زي ما شايفين اهو. طبعا بقى اللي عايز بفتيك بقى واللي عايز كباب حله، دي اهي، دي تطلع منها قطع كباب حله حلوه. دي لحم احمر برضو مش سمينه يعني، ما يغرقوش الطبقه اللي عليها دي قشره بس. دي قشره خفيفه يعني، قشره جيلاتينيه كده، تبقى فواصل دسم كده بين اللحم يعني. وعلى السوا بتدوب يعني مش بتبان، بتروح يعني. بالظبط. وش الفخده السمين اللي فيه بينزل في السوا، غير مثلا قطعات تانية زي الضلعه وزي السن والحاجات دي. اللحم اللي فيها السمين اللي فيها بينفش، انما وش الفخده السمين اللي فيه بينزل في السوا زي ما انتم شايفين. وش فخده رايق اهو. طبعا لسه هيتنضف على حافه السكينه بس علشان وقتكم مش هننضف يعني على السكينه يعني عشان وقت الفيديو ده. بس كان فيديو سريع، وطبعا الحاجات دي مش ضروري انك تشيلها يعني، هي حاجات خفيفه بتوزن جرامات بسيطه خالص. بس في البفتيك يعني اي نسبه دسم خفيفه كده بتخلي اللحم يكش. فلو نشيلها ما فيش غنى عنها يعني تمام. لو عايز تسيبها ووقتك مش فاضي والامور مستعجله يعني خلاص خليها حاجات خفيفه يعني. هي هيك بتدوب يعني معك. بالظبط. ما شاء الله عليها. وش الفخده بالصلاه على النبي يعني. ما شاء الله. ما شاء صحة الله. الله يبارك له يا رب العالمين. ده طبعا مش محتاج اقول لكم احمر قد ايه. حتى اللون، شوفوا اللون. ممكن نفصله برضو الحته دي برضو ممكن ندخلها في كعب الحله علشان نخلي حته بتاعت البفتيك قطعه واحده يعني. ده يعني مفصل يعني ما شاء الله. وش الفخده اهو بقى. تمسك الوش، شايفين طول النسيره دي؟ لما نيجي نقطع اللحمه شايفين النسيره طولها عامل ازاي؟ خطوط طول دي ما نقطعش مع الخطوط دي، نقطع عكس النسيره علشان اللحمه ما تشدش في بقنا. لما تروح للجزار خليه يقطع لك اللحمه عكس النسيره مش مع النسيره. شايفين الخطوط الطويله دي؟ النسيره دي شايفين طول النسيره ده؟ النسيره دي لو احنا قطعناها مع الطول كده هتيجي تاكل هتلاقي النسيره طويله في بقك، هتيجي تشدها مش هتتقطع. لكن لو انت قطعت عكس النسيره تلاقي اللحم في بقك مضغها سهل وسواها اسهل، تاخد سوا اقل. بس وبألف هنا وشفا، وان شاء الله نشوفكم فيديوهات جايه كتير ونشوفكم دايما على خير اهو. اهلا وسهلا، كان معكم الشيف محمد من مطعم وجزارة التوحيد قسم الملحمة التوحيد، جزارة ومشويات. أو صلاة.